يا جماعة تعالوا نشوفوا بقى النهاردة هنعمل ترتيب كده في الشقة. تعالوا نوضب معاكم بقى البلكونة. نبدأ بالبلكونة الأول نكنسها. طبعا يا جماعة انتوا عارفين ان الصيف دخل وكده، فلازم قبل ما نولع التكييف وكده لازم نعمل له صيانة تنظيف بالباور كده بتاع التراب. فطبعا نضفناه، فطبعا انتوا زي ما انتوا شايفين كده عمل تراب كتير في البلكونة. لازم ننضفه ونغسل الحاجة اللي هي بتاعته عشان تبقى يجيب طراوة كده. بصوا التراب ملا البلكونة، فقلت بقى احنا خلصناه وغسلناه، فطبعا ننضف التراب اللي طالع منه. شوفوا تراب ناعم كده، ملا الدنيا تراب، فقلت انضف بقى، ابدأ بالبلكونة الاول عشان ما تبهدلش الشقة. لان هو يا جماعة كان عمل ملا الدنيا تراب كلها، قفلنا الشقة وعبق لنا البلكونة كلها تراب. بصوا احنا كده نضفناها. طبعا لسه برضك ما اتنضفتش، لسه هنمسحها كده بالشرشوبة. هي اصلا كانت نضيفة، بس لما عملنا التكييف التراب طبعا ناعم نزل، فقلنا ننضف يعني. شوف احنا كده مسحناه ونضفناه، خليناه زي الفل. طبعا بقى نخش بقى كده دي ركنة عربي يا جماعة، نضفها كده. طبعا يا جماعة هي عليها فرش وكده، بس انا غسلاه عشان الفرش بتاعها بنفرشه على من فوق كده فاتح، فبغسله يعني على طول. فقلت شلته غسلته وقلت اما انضفها يعني كده معاكم. لسه عاملاها جديد بس حلوة يعني. طبعا بقى برتب المخدات عشان عندنا طبعا اطفال، كانت مرمية كلها على الارض متبهدلة. طبعا بقى فرشتها كده بالمكنسة. البردك الارض كانت نضيفة، بس قلت عشان التراب وكده الناعم، نورد بالمكنسة كده خليها نضيفة قشطة كده. طبعا العروسة اللي انتوا شايفينها يا جماعة دي على الركنة آه طمطم بتاعت رمضان بتاعت بنتي بتغني، فبحطها كده منظر يعني تدي شكل. طبعا انا نقل الكرسي هنا من الركن على جنب عشان اوسع المكان. طبعا الشمس بقى ضربة كده جميلة. تعالوا بقى نشوف الأوضة دي بقى بتاعت بنتي، برضك متبهدلة. طبعا على الرواقة برضك معاكم. طبعا دي يا جماعة كنبة تتفرد سرير، فبنفردها يعني لما اكون بنتي التانية هنا، فبنظبط. وبصوا الأوضة اتظبطت ازاي، بصوا بقى كان شكلها عامل ازاي وبقت ازاي.